السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين، عاملين ايه؟ في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن اعدادي هندسة بالكامل، وايه هي طبيعة المواد اللي جواها، وايه هي طبيعة الدراسة، والدكاترة ازاي تتعامل معاهم، وكمان تقدر تتخطى الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها والدفعات اللي قبلك وقعوا فيها. بس قبل ما اكلمكم عن محتوى الفيديو ده، خليني الاول اعرفكم بنفسي. معاكم ماجد، فرقة تالتة، قسم ميكاترونكس، جامعة الزقازيق. يلا بينا نبدأ. في البداية إن شاء الله تعالى أعرفكم على طبيعة السنة بتاعتنا هتمشي إزاي، والجدول بتاعها، والسنة دي هتمشي إزاي. طبيعة السنة طبعا بيكون عندك دكتور، ودكتور المادة اللي بيكون معاك بيبدأ يشرح لك محتوى المادة إيه بالكامل. وطبعا أنت بتحضر المحاضرات عشان أي معلومة الدكتور بيقولها بتيجي في الامتحان على طول، فما تغيبش من المحاضرات مهمة بالقدر الكافي. حلو، خلصنا المحاضرة بعد كده نيجي للسكشن، والسكشن ده عبارة عن مجموعة صغيرة بيقعد معاك مهندس معيد كده، بيبقى اسمه معيد. حلو، المعيد ده بيبدأ يشرح لك حاجات بسيطة، بيعمل لك زي ملخص كده للدرس اللي انت خدته مع الدكتور في الأول، وبيبدأ يحل معاك أسئلة الشيت. ومش عارف أي حاجة في الشيت لازم تسأله، لأن ده اللي هيكون المرجع بتاعك، ويبدأ تسأله وتشوف الأخطاء اللي انت بتقع فيها. حل الشيت بنفسك، ما تأجلوش وما تنقلوش. نصيحة مني، حل الشيت بنفسك، والكلام ده هتدرك أهميته جدا لما تروح للميد ترم أو يكون عندك كويز، فالكلام ده هيكون مهم جدا بالنسبة لك. تعالى معايا كده في لمحة بسيطة أشرح لك محتوى الترم الأولاني والترم الثاني مع بعض. حلو، الترم الأولاني بيتكون من المواد بتاعته كالتالي: الفيزياء، وبيكون عندك فيه فيزياء واحد، وبعد كده بيكون عندك رياضة واحد، وبعد كده بيكون عندك مادة اسمها برمجة، وبعد كده رسم هندسي، ودي المادة الجديدة اللي أنت ما كنتش تسمع عنها. بعد كده في إنتاج، وبعد كده عندك الكيمياء. حلو، وبعد كده عندك البرمجه، وقلنا البرمجه، وبعد كده الكيمياء والميكانيكا. الميكانيكا طبعا تنقسم لشقين: الشق الاولاني وهي استاتيكا، وده بتاخدها في الترم الاولاني، والشق الثاني بتاخده في الترم الثاني وهي بيكون الميكانيكا. طبعا في نظير كل حاجه بتاخدها الترم الثاني، زي رسم هندسي واحد ورسم هندسي اثنين. مش في كل الجامعات بتحصل كده، زي المنصوره بتاخدها على ترم واحد طبعا، وتختلف من جامعه لجامعه. الزقازيق مثلا كنا بناخدها ترم اولاني وترم ثاني، بنها نفس الكلام، ترم اولاني وترم ثاني. فمش كل الجامعات هتبقى بنفس الوضع، ممكن تختلف في حاجات بسيطه بس، لكن المحتوى بيكون متشابه جدا. فده لمحه بسيطه كده اهم المواد اللي انت تاخدها في اعدادي هندسه. تعالى معايا نتكلم مع بعض عن اهم ماده واتقل ماده اغلب الطلبه بتقابلها، وهي فيزياء. حلو، فيزياء انت بتقابل الفيزياء سواء كنت بتاخد، تنقسم برضك لشقين: هي المغناطيسيه والكهربائيه. ممكن تاخدها ترم اولاني او ترم تاني حسب الكليه بتاعتك. بس تعالى نتفق مع بعض عن اهم حد ممكن تشوفه. دكتورنا دكتور محمد اسماعيل من افضل واحسن الدكاتره اللي ممكن تسمع لهم شرح، خاصه في الفيزياء. حلو، بالاضافه كمان اللي انا هسيب لك قناتين كمان تحت في الديسكربشن هيكونوا مرجع ليك، او بيحلوا اهم الشيتات اللي بتكون معاك برضه. حلو، بالاضافه كمان اللي فيها هتكون مذكرات، وهسيب لك لينك كود برضك انا استفدت منه جدا، هيساعدك معاك في الحل. واهم برضك نصيحه اقدر اقدمها لك هي: حل الشيت بنفسك، حل الشيت بنفسك واعتمد على نفسك وما تنقلش من حد. النصيحه دي بقولها لك كتير ليه؟ لان الناس لما بتقعد تنقل شيتات من بعض فبيضطروا ان هم يروحوا للميد ترم ما يقدروش يجاوبوا فيه حاجه، وبالتالي الورق يتسلم فاضي، ودي اسوأ حاجه ممكن تقابلك، وبالتالي توقع تقديرك، والجي بي اي في الاول بيكون وحش جدا. تعالى نتكلم مع بعض عن المعامل بتاعة الفيزياء. هل مهم احضرها ولا لا؟ الإجابة بتاعتك مهم جدا تحضرها. أولا بتلم درجات، وهي درجات الغياب، بالإضافة لدرجات التجربة ذات نفسها. بتنقسم التجارب، ممكن تاخد 6 أو 7 تجارب في الترم الواحد، بس كلهم مهمين ودرجتهم مهمة، بتكون ضامنهم في جيبك من ضمن المواد الكتير أو من ضمن الدرجات الكتير اللي أنت بتجمعها. حلو، خلصت التجارب دي وتمام وزي الفل، بيجيلك في آخر الترم ده امتحان اسمه امتحان المعمل. طب امتحان المعمل ده بعمل فيه ايه؟ بتاخد تجربه، ويكون تجربه عشوائيه خالص انت ما تعرفهاش. بتبدا تذاكر التجربه كويس قبل ما تخش الامتحان. التجربه اللي انت بتاخدها دي بتبدا تعملها عملي، بتسجل النتائج بتاعتها، بيجي دكتور بيسالك فيها. خلاص، ده بيسالك فيها، بيسالك شفوي، بيقيمك درجه شفوي ودرجه المعمل او درجه التجربه اللي انت خدتها في الامتحان. بيكون عليها جزء كبير من ماده فيها نجاحك وفيها سقوطك، ما تستهينش بيها، احضر المعامل كويس. تعالى مع بعض نتكلم عن رياضة واحد. رياضة واحد بتاخد فيها ايه؟ بتاخد فيها تفاضل. بتكون في الترم الأولاني تفاضل، الترم التاني بتاخد فيها تكامل. طب حلو، طب أنا هتابعها منين وأبص على قناة يوتيوب مين وهبدأ أذاكر مع مين؟ هبعت لك هنا أو هسيب لك تحت في الديسكربشن لينك قناة دكتور عماد عبد الحفيظ.
من اشطر وافضل الدكاتره اللي تذاكر وراهم، وكمان هسيب لك دكتور، اسم دكتور كمان في الوصف برضك، هتبدا تبص عليه وتراجع معاه، هو ده هيكون مصدرك الوحيد في المذاكره. تابعهم كويس جدا، بالاضافه كمان لباشمهندس محمد عبد الخالق، كان من افضل المعيدين اللي انت تقدر تتابع معاهم وتذاكر معاهم، والمذكرات بتاعته بصراحه كانت حاجه ممتازه جدا. وهسيب لك اللينك برضك بتاع المذكرات تحت في الديسكربشن، متنساش مش ناسيك. وان شاء الله ماده تقفيل وامتياز. وتالت مادة معانا هي الكيمياء الهندسية. الكيمياء الهندسية في ممكن بعض الناس ما تكونش بتحب الكيمياء أساسا في ثانوية عامة، بس أنت مش هتاخد كيمياء عضوية أو هتتعمق في الكيمياء ذات نفسها، لا أنت هتاخد جزء يخدم معاك بس كيمياء هندسية. والكلام ده للناس اللي هتدخل طبية، في قسم طبعا في هندسة بس مش في كل الكليات، اسمه هندسة طبية. هندسة طبية ده بتكمل عليه على الكيمياء اللي أنت بتاخدها. والقسم ده بالمناسبة القسم ده مش بيكون في كل الكليات عامة يعني، كان في قسم كده في بنها، وكمان كان أعتقد كان في قسم في هندسة القاهرة. حلو. المهم تابعت مين في شرح الكيمياء الهندسيه؟ تابعت الدكتور احمد يعقوب، وهسيب لك اللينك بتاع القناه بتاعته، بالاضافه كمان للمذكرات. المذكرات وظيفتها اللي هي بتسهل عليك، وكمان بتكون موجود فيه حل الشتات. طب الشتات هل واحده الاجابه؟ طبعا لا، الشتات مش واحده، ممكن الشتات بتاعتي تكون زيها زي مثلا كليتك او مختلفه عنها، فاتبع الشتات بتاعت الكليه بتاعتك واتبع نظام الدكتور. لكن انا بديك قناه تسهل عليك الشرح بس. اما القناه دي انت ما بتستفادش منها اي حاجه لو مش الشتات نفس الحاجه. خليني اتكلم معاك برضك عن ماده من اهم المواد لو انت هتدخل ميكانيكا انتاج او ميكانيكا بصوره عامه، وهي الانتاج. طب الانتاج دي انا بعمل فيها ايه؟ وظيفتها ايه مثلا؟ دي ماده جديده عليا، انا لسه خارج من ثانويه عامه. تعالى احكي لك بكل بساطه ايه هي الانتاج. الانتاج دي عباره عن بتعرفك عن طرق تشكيل المعادن، ايه طرق تشكيل المعادن، بالاضافه للمواد اللي جواها، خواص المواد. طب احنا بندرس فيها ايه؟ انت بتدرس فيها بالتالي تشكيل المعادن، الخواص بتاعتها، ولكن بيكون فيها ورش. الورش دي بتكون موجوده في الكليه بتاعتك، تبدا تنزل الورش زي مثلا الفرايز، زي الخراطه، زي اللحام، زي السباكه، زي النجاره. كل الورش دي موجوده معاك. طب انت عايز تحضر فيها ولا لا؟ لا، الاجابه لازم تحضر فيها، لان عليها درجات حضور زائد درجات حاجات كتير قوي انت بتلمها ببلاش بصراحه يعني. وبعد كده التجارب او الحاجات اللي موجوده في الورشه، اي عمل انت عملته في الورشه بتروح في اخر السنه تتسال عليه في اختبار اسمه اختبار الورشه. بيكون عندك نماذج، بيكون اسئله شفويه، بالاضافه الى نموذج انت اساسا بتمتحن عليه، بيكون مطلوب منك تعمل الشكل المعين ده بابعاد مناسبه تبدا تعمله، بالاضافه الى الشفوي اللي انت بتساله. حضورك في حاجه زي دي اولا مهم لنجاح الماده، ثانيا عشان تجتاز الامتحان بتاع الورش، وده بيكون طبعا مهم. ماده سهله، مادة مش صعبة، بس ممكن ما تلاقي لهاش شرح كتير أو شرح تبع الكلية بتاعتك، لكن بيكون أغلب الشرح شرح عامة يعني عام، ما بيكونش خاص بالكلية بتاعتك. لكن بالمذكرات برضك بتبدأ تفهم وتعرف الدنيا دي ماشية ازاي، والمادة بتبقى كويسة. بالمناسبة مادة امتياز سهلة جدا وبسيطة يعني، ما تقلقش منها. تعالى معايا لأهم مادة، وهي مادة ميكانيكا واحد اللي هي الاستاتيكا. أهم مادة لأساس لقسم ميكانيكا لو أنت حابب تكمل وتروح لقسم ميكانيكا فيما بعد. طيب حلو، أنا دلوقتي عايز إيه الشرح بتاعها، ومين أقدر أتفرج عليه يساعدني في شرح المادة دي، لأنها مادة من أهم المواد، ومادة ما بتتبصمجش بالمعنى الكلمة يعني، لازم تكون فاهمها وحلل الشيتات بتاعتها كويس. حلو، هقول لك بعد كده هتروح لقناة كيم كام، هتلاقي الدكتور من أفضل الدكاترة الدكتور أحمد زكري شارح فيها المادة، وشارح في المادة بالكامل، وشارح فيها كمان كل المواضيع اللي أنت هتحتاجها. وهي أشبه طبعا لمواد ثانوية عامة أو اللي أنت خدته في ثانوية عامة، بس زاد عليها بعض المواضيع طبعا عشان أنت خلاص بقيت راجل مهندس، فهي بس إضافة عليه. حلو. بعد كده هتروح للشيتات بتاعتك. الشيتات بتاعتك دي اهم مرجع ليك تبدا تحل فيها، واللي يعطل معاك تروح للمعيد، ما تنساش تروح للمعيد يحلها معاك، يفهمك الدنيا ماشيه ازاي. لا ما تقعدش تكسل، وما تقعدش تنقل الشيت من صاحبك، ماشي؟ ما تقعدش تنقل الشيت من صاحبك، لان ده هيفرق معاك كويس جدا.
هتروح انت فاهم خلاص فهمت افكار الشيت ده، هو ده اللي هيجي لك في الميد تيرم. هو لما المعيد يحب يجيب لك كويز مش هيخرج لك بره الكلام ده، لا هيقوم جايب لك بردك من الشيت، هيجيب لك اختلاف في شكل تاني بس نفس الفكره. اختلاف في الاستاتيكا بيكون تغيير اشكال فقط، لكن الفكره واحده، مفيش اي لعب، كلها استنباط. بتفهم الفكره بيغير لك الشكل وخلاص، وما بيجيبلكش اي حاجه تانيه مختلفه عن كده. هيجي لك الفاينل بنفس الوضعيه كده، هتذاكر الشيتات كويس جدا وهتذاكر الافكار، ما تبتدعش وما تفتحليش مرجع بقى وتقعد تحل وتزيد لا، اكتفي بالشيتات اللي بتنزل لك. هو الدكتور منزل لك الشيتات دي عشان فيها الفكره الفلانيه، مش عايز بقى تقعد تجري وتجيب حاجات صعبه وتصعبها على نفسك. ده نصيحه لله يا ابن الحلال. وتعالى معايا لمادة الرسم الهندسي. مادة الرسم الهندسي من أهم المواد اللي أنت هتقابلها في حياتك، لازم ضروري جدا تكون فاهمها وفاهم التفاصيل بتاعتها، لأنها أولا مادة جديدة عليك ما خدتهاش قبل كده وفيها تفاصيل لازم تكون فاهمها. أنت مش مجرد بترسم زي ابتدائي أو إعدادي، لا طبعا أنت بترسم بناء على مقاسات وافكار قدامك عايز تنفذها، فلازم تكون فاهمها كويس جدا. بالاضافه كمان لازم حد يقعد يفهمها لك ويشرحها لك مش يبصمجها لك. في فرق ما بين اتعلم حاجه وبصمج حاجه، وانت هتشوف الكلام ده بنفسك وهتقابل ناس زي دي كويس قوي يعني بنفسك. طب حلو، انا اتفرجت على ايه او ايه اللي فادني في الرسم الهندسي عامه؟ اولا تابعت قناه باشمهندس مصطفى خميس، كان من افضل الناس اللي تابعتهم على اليوتيوب. زائد الكتاب بتاعه كان كتاب حقيقي حقيقي هديه لكل حد بيتعلم الرسم الهندسي، سواء كنت كليه او معهد او اي حاجه خاصه بالرسم الهندسي عامه. وبمناسبه الرسم الهندسي انا ما اقدرش ما اشكرش باشمهندس احمد متولي، كان ليه الفضل عليا جدا ان انا اتعلم ماده زي دي، واللي هي كانت اساس لي اساسا في ميكانيكا او ميكاترونكس، سواء انت كنت بتدرس انتاج او باور. وما تنساش ان الماده دي اساس القسم بتاعك، ما تهملهاش، لان انت في اساس بعد كده، سواء كنت بتاخد تصميم واحد او تصميم اتنين، او بعد كده بعد ما تخلص رسم هندسي هتاخد حاجه اسمها رسم ميكانيكي. فده الاساس بتاعك ما تهملهاش، وهي ماده سهله وبس عايزه فهم. هنيجي لاخر ماده معانا وهي البرمجه. البرمجه طبعا كل كليه بتختلف عن الكليه اللي قبلها. طب في واحد بياخد بايثون، في واحد بياخد سي، في واحد التاني اساسا بياخد سي بلس بلس، فحلو. فانت بيختلف ماده البرمجه عن كل الكليات، لكن اهم اتنين ممكن تشوفهم هو اسامه الزيرو. باشمهندس اسامه الزيرو من افضل الناس اللي بتشرح برمجه على اليوتيوب، حلو. كمان جودزيلا ده برضك هسيب لك اللينك بتاعهم في الديسكربشن تحت، تابعهم وتابع معاهم الشرح وتابع معاهم التطبيقات كويس جدا. بالاضافه لو في مذكرات اتاحت لك طبعا في البوت، او انا هحط لك برضك بوت لماده البرمجه تحت، هتبدا تشوفه وهتبدا تتابع معاه. ماده لطيفه وخفيفه مش محتاجه اي حاجه، لكن افهم بس الاكواد بتكون ازاي او الاساسيات بتاعت الماده بتكون عامله ازاي. وفي نهايه الفيديو ده ارجو ان انت تكونوا استفدتم وتكونوا فهمتم التفاصيل او طبيعه السنه دي، وارجوك ما تهملش في السنه دي لانها مستقبل. وثانيا دي بتكون مجموعك اللي انت هتأهلك اساسا اللي انت تدخل القسم اللي انت حابه، فما تهملش السنه دي. حاول قدر المستطاع تلم درجات وتصاحب ناس كويسه عشان تدفعك لقدام. هتقابل ناس وحشه وهتقابل واحد مش سالك وهتقابل الاصناف دي كلها، فحاول تبعد عنهم. صاحب ناس كويسه تدفعك لقدام، تشدك ناس سالكه بمعنى اصح. ف وبس. وفي نهاية الفيديو ده يا رب تكون استفدت لو بمعلومة صغيرة. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان غيرك يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.